مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، مشاهدي الصرح الكبير، الصرح الشامل، الصرح المنتصر أيها السادة، هو الانتصار للمعلومات، وهو الانتصار للبيانات، وهو الانتصار أيضا ل 1331، وهو الانتصار للفصل 28 والفصل 27 والفصل 26 من الدستور المغربي، وللظهير الملكي المولوي السامي المنظم للحق في الحصول على المعلومة، الحق وكذلك حرية الصحافة، الحق في مزاولة مهنة الصحافة، الحق في التعبير، الحق في التداول ديال المعلومات والتقاسم ديالها، الحق كذلك في تقاسم المعلومات والبيانات مع الجمهور الوطني والدولي ومغاربة العالم. قبل ما نبدا هذا البث، وقبل ما نتكلم على الأقاليم الخمس أيها السادة، لابد أنني نوقف واحد الوقفة ديال المنتصرون، والوقفة كذلك ديال الشوامخ، من أجل أننا نتمن وكذلك نشد على يد الدبلوماسية الوطنية، وعلى كذلك على يد القيدوم ديال الدبلوماسية الوطنية، السيد الوزير ديال الخارجية، شكرا سي حديوي، السيد وزير الخارجية السيد ناصر بوريطة. اش غنقول لكم؟ كلمة شكر، وكلمة كذلك ديال ديال المواطن المغربي تجاه وزير اللي استطاع انه يدير انتصارات كبيرة، وكذلك مجموعة من المكاسب الأمة والقضية الوطنية الأم، ألا وهي قضية الشعب المغربي، قضية الصحراء المغربية أيها السادة. واليوم أيها السادة، زوج ديال الأمم كينتصروا للوحدة الترابية المغربية، بنما والاكوادور. الاكوادور باش نقول لكم، الاكوادور راهم مجهدين في الكرة، ولكن بهروني انا اليوم بالموقف السياسي اللي يتجه في اتجاه تحقيق العدالة، والعدالة اللي لطالما تشبت بها الشعب المغربي لقضيته العادلة ولقضية التربة الزكية الطاهرة للصحراء المغربية. المواقف ديال الدبلوماسية الوطنية، نشد على السيدة سفيرة المغرب بدولة الإكوادور، نشد كذلك على سفارة المغرب بدولة بنما، نشد على كذلك على يد هاد الانتصارات العظيمة والانتصارات الكبيرة اللي انتصارات لقضية عادلة ولشعب عادل، ولشعب اللي ركم القرون ثم القرون في التأسيس للدولة الأمة، ألا وهي دولة المغرب. 12 قرن ديال الزمن، لا داعي أنني نخوض في ذاك النقاش مع دولة الهكوكيين، ولا مع هذيك اللي كنسميوهم هذاك الذباب، المأجور والمسبوق الدفع، واللي تكلف الدولة الهكوكية مجموعة من الأموال ومصاريف كبيرة، دولارات كبيرة، تمويلات كبيرة، هي أموال ديال الشعب المحقور والشعب المقهور، الشعب الجزائري الشقيق، الشعب اللي كتربطنا به واحد العلاقة اللي هي علاقة جوار، علاقة أخوة، علاقة ديال الانتماء للعقيدة الوحيدة والواحدة، ألا وهي العقيدة الإسلامية. كذلك مجموعة من الروابط الأسرية والعائلات كتربطنا مع دولة الجزائر. هنا غنوقف في هذا الحد. هنيئا المغرب، هنيئا الدبلوماسية المغربية، هنيئا للدولة الأمة، الدولة الشامخة بشمال إفريقيا، الدولة ديال المغرب. كذلك لا يفوتني أن أحيي الدولة ديال الصين، والزيارة الأخوية، الزيارة الاستراتيجية التي أسس لها السيد رئيس الدولة
ديال الصين الشعبيه للمغرب. هنا سأقف، غادي نواصل ما يتعلق بالبث والموضوع ديال البث. الموضوع ديال البث سأسترسل في يعني في الموضوع مباشرة، إنما انتظرونا أيها السادة حتى أقول لكم السادة ديال الجمهور الجهوي وديال الجمهور المنتصر والجمهور الواقعي مع المعلومة، والواقعي كذلك والصادق والمنتصر لتقاسم المعلومات. وهذا هو الرهان الحالي في الدولة يعني الديمقراطية. شي ناس مع كامل الأسف ما بغاوش يركبوا معنا في القطر، يعني أبوا واستكبروا. حتى الاستكبار ما اش غنقول لكم، هذا ما عنده شي علاقة بالاستكبار. أبوا لسبب في نفس يعقوب، يعني ما عارفينش علاش هما كيعرقلوا المسار يعني التقدمي ديال المملكة المغربية المنتصر للمعلومات والبيانات، وكذلك التقاسم ديال البيانات، وكذلك هاد يعني الاسترسالية والسباقية في المعلومات، كذلك التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت تؤرق. يعني تحدي كبر مع هاد الناس. أصبح لدينا شباب متمكن في التقنيات السيبرانية، وأصبح لنا شباب اللي هو يافع ومتقدم، وكيشوف الصورة كيقول لك هاد الصورة أصلية ولا الصورة مفبركة، كيشوف لا فيديو كيقول لك هاد لا فيديو أصلي ولا مفبرك، كتحطو على الجرح كيبرق. كاينين شي ناس عايشين في العصور الحجرية باقيين كيعقلوا على الزمان فاش كانت تكتب المادة المحررة بالستيلو وكدار في لونفولوب وكتمشي مدة شهر ولا شهرين للدار البيضاء والرباط من أجل نشرها. هاد الناس عايشين غير بوحدهم والله أعلم. بالنسبة للواقع اليوم أيها السادة، فتحت هذا القوس ديال ما يتعلق بالاستباقية ديال المعلومة، وشكرت الجهة بن ميا خفرة، لأنني أيها السادة أنا كنوقف احتراما لنصرة المعلومة، وأقف احتراما لهذه الساكنة الجهوية، لأن هذا الشيء باش كيوفروا المعلومة وكيتقاسموها وكيوفروها لنا وكيعطيونا رأس المال تاع رجل الإعلام اللي هي المعلومة، أنا أقف محرجا أمامكم. وأنا أشكر يعني صدق نواياكم، وكذلك التزامكم بالقوانين الجارية بها العمل بالمملكة والفصل 28 والدستور، وكذلك القوانين التنظيمية والظاهر الملكي. أيها السادة، من الصحفي الأول جلالة الملك، الله ينصرو، الله يعاونو يعينو، الله يعطيه صحيحته، والله يوقفوا لنا مشافى ومعافى شفاء. أيها السادة، ليس معه سقم لأمير المؤمنين. يا رب يا رب إلى ما تشافي لنا أمير المؤمنين وتشافي لنا القائد ديالنا الهمام ورئيس أركان الحرب العامة والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. بالنسبة لهذا الأمر علاش جبتو علاش فتحت هذا القوس، لأن اليوم اليوم جاني الضحك. واحد من الناشرين ينتمي لواحد الجمعية ديال الناشرين تأسست في 2004، غير الأمس جاء قال لك التيران ديال العربي الزوالي الواحد الماتش كان كيربط زوج ديال الفراقي الوداد والرجاء، جا الباب وقال الرجال الصحافه والجمعيات الرائده والاتحادات ديال الصحفيين الرياضيين، الناس اللي صافي طاح لهم الشعر. مسؤول إدريسي الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، مسؤول إدريسي أسس الجمعية ديالو 1971، جا مول 2004 قال له فين غادي، حبسوا في الباب. تالي هو أن مسيو الدكتور الناجي هذا الرجل أسس جمعيته في التسعينيات. هذا الرجل يعني اللي راكم مدة ديال 42 سنة في العمل الصحفي، جا قال له هاد خونا هذا فين غادي الدكتور الناجي. المسيو متوكل ديال الرابطة ديال الصحفيين الرياضيين وقف المسيو متوكل في الباب قال له فين غادي،
هذا رئيس جمعيه نعس وفاق، وداك الشيء ديالو راكم عارفينه. داك الجورنال الى قبلته انا غنحطو اونتر كيمي، الى قبلته، لان انا كانت عندي واحد التجربه داخل داك يعني ما عرفتش شنو نسميه، انسحبت. ولكن حاجه اللي نقدر نتقاسمها معكم ايها الساده هو انني ندمان حتى كان عندي وطأة قدم في هذاك العمل اللي اقول لكم عمل زنقاوي، ماشي عمل صحفي، عمل ديال الزناقي هذاك. والى درجه انني وقفت في نزاع قانوني وكذلك صدام قانوني مع هذاك الواقع هذاك، وهذاك اللي الى قبلته نسميه ب يعني الشوهه وبصحافه الشوهه. هنا كنت كنقل الماده المتصله باخلاقيه المهنه والمواد المتصله بنقل المعلومات ونقل الاخبار وتجميعها والتقاسم ديالها مع الجمهور الوطني والدولي والجهه بني ملال خنيفره والاقاليم الخمس: خنيفره انزلال بني ملال، وخريبكا، والاقليم الوعيد اقليم الفقيه بن صالح. كان عندي اخر بت مع هاد صحافه الشوهه هو لما توفى اكثر من 23 طفل في الوديان وفي كذلك في مجاري المياه وفي السدود وفي الاحواض المائيه هنا في الجهه بني ملال خنيفره. اسست لي بث اذاعي داخل اقليم الفقيه بن صالح رغم انف هذا المحسوب على الاعلام وما هو الا شوهه على الاعلام الوطني. اسست لي بث وتقاسمت مع الجمهور ما يقع بحق. كان ديك الساعه تقريبا صافي في 2000 سنه 2000، وكان الصيف كان حار، وكان توفى واحد جوج ديال الوليدات في الوادي ديال ام الربيع. سيدي عبد الرحمن خويا ابو عبيد سعيد. بالنسبه للوفيات كانت الوفيات كثيره، كيموتوا الناس في وادي افرار، كيموتوا الناس ديال البليويدان، وادي احنصار، مجموعه من الامور. اسست البث الشيء يقول لي هو داخل البث، وانا انقل بثا مباشرا. قال لي وقف البث. قلت له كيف اوقف بث اللي الجمهور انجاجي والجمهور كيجمع في المعطيات المتعلقه بهذا البث؟ كيف؟ قال لي لا. قلت لك وقف. قلت له لن اوقف البث. ومنين سالي انا البث زولو، ياك انت رئيس تحرير، ياك انت مدير النشر، زولو انت. قطعت معاه التليفون، كملت البث ديالي على احسن ما يرام. المهم كانت هذيك هي البدايه ديال ان العلاقه ديالي معاه ما كتمشيش بالشكل الصحيح. الموضوع اللي هو اساسي هو ان الزملاء الصحافه الوطنيه والصحفيين ديال المغرب وديال الظاهر وديال النقا وديال الصفاء وديال المهنه ديال المتاعب ومهنه صاحبه الجلاله رفضوا انهم ينزاحوا مع هاد البرجوازيه المتوحشه داخل جسم الصحافه. ما عمرها كانت في المغرب برجوازيه متوحشه داخل جسم الصحافي. عندنا هنا في الجهه نفس الشيء. اليوم ايها الساده باش نسد القوس ديال ما وقع بملعب عبد ديال العربي الزوالي. نسد القوس، امور واضحه. مسيو ادريسي جمعيه 1971 المنخرطين ديالها يعني الصحفيين الاساويس، يعني اش غنقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. النخبه الدكتور عبد الهادي الناجي عنده اتحاد ديال الصحفيين الرياضيين، صحفيين اساويس، وعنده واحد العدد ديال المنخرطين، لا اله الا محمد رسول الله، من خيره الصحفيين الرياضيين على المستوى الوطني. مسيو متوكل الرابطه عنده مجموعه من الصحفيين اللي هما اكفاء واللي نجحوا مجموعه من التظاهرات ذات الطابع الوطني والدولي. واضح، الامور واضحه. الناس من
صحافة الزنقة، صحافة الشهى، صحافة يعني من الحزام ديال السرة وهبط لتحت. هادوك الناس جاو باش يطاولوا على شكون معكم واضح، جايين لانه هنا غتكون صفقات، غيكونوا اشهارات، اعلانات، ما يتعلق بالتغطيات. كاينه فلوس، كاينه اموال، جايين تشوفاس الاموال المرصوده للتظاهرات الوطنيه والدوليه، كاس افريقيا النسويه، كاس افريقيا يعني ديال الامم. التالي هو ان التظاهره الكبرى والعظيمه هي ديال كاس العالم. يعني الامور بدات كتوضح. شنو خرج هذا السيد ومشى كيعنق لك في السيد الوزير، معالي الوزير السيد فوزي القجع، مشى كيعنق في السيد محمد المهدي بن سعيد السيد وزير الثقافه والاتصال، مشى كيعنق في السيد ديال العصبه الاحترافيه من اجل انه يطاول على مهنه اللي راكم فيها المغاربه، وفيها واحد العدد ديال المغاربه ليس بالسهل، تقريبا واحد 12000 ولا 13000 صحفي داخل المملكه. هاد الناس بغاو يديروا الاجهاز على هذا القطاع، وكذلك بغاو يسيطروا على ما يسمى بالمعلومه، ويسيطروا على الدستور المغربي والفصل 28 والفصل 27، ويسيطروا على القوانين التنظيميه المتصله بالنشر والصحافه 13 31. تحلمون حلمه خيبه. غيسحب لك ان الشعب المغربي غيسكت لك، غيسحب لك ان المغاربه غيسكتوا على هذه المهزله، غيسحب لك ان المواطن المغربي سيسكت عن معلومة تخصه وفي اتجاهه وتنتصر له وتنتصر لتطلعاته ولأبنائه والانتظارات أبنائه، أنك تجي تسد عليها. غير كون هاني ومازال غتشوف أكثر، مازال غتشوف أكثر. هاهما دابا ولينا كنشوفوا الزملاء جميع أنحاء المغرب كيبوستيو هذاك الهاشتاغ هذه البطاقة لا تمثلني، هذيك البطاقة ما كتمثلناش. وهذيك اللجنة المؤقتة ديال الصحافة التي أحدثت بعد سقوط المجلس الوطني للصحافة لا تمثلنا. شكونوا معكم واضحين، هنا الأمر وضح. غندوز عندنا في الجهة بني من الخفرة، عندنا في الجهة بني من الخفرة. وما أدراك ما الجهة بني من الخفرة. أولا وبادئ دي بدء أنني غادي نوجه واحد ملتمس وطلب شخصي نظرا للخروقات وكذلك التجاوزات وكذلك مجموعة من الخروقات ذات طابع إداري وذات طابع مهني وذات طابع كذلك تتعلق بالمهنة ديال السيد مدير المصالح ورئيس الشؤون الإدارية بالجهة بني من الخفرة، وما أقدم عليه هذا الموظف من خروقات ذات طابع إداري. أنا ألتمس من السيد والي جهة بني من الخفرة أنه يوقف هذا الموظف عن حده ويوقف السلوكات ديالو الخارجة عن القانون. أول أمس البارحة قال لك سيدي أنا كنعرف غير ربي وواحد صاحب واحد الصفحة موف، وما يتعلق بالعلاقة اللي كتربطو مع ذاك صاحب الصفحة، صاحب الصفحة الذي تحول حوله مجموعة من الشبهات تتعلق باستلام أموال وتمويلات وصفقات من مجلس الجهة بني من الخفرة ومن المجلس الإقليمي ديال بني ملال ومن المجلس الترابي ديال مدينة ديال بني ملال ومن المجلس الترابي ومن المجالس الترابية على صعيد الجهة ديال بني من الخفرة. أنا أناشد وألتمس منكم السيد الوالي السيد محمد بن رباك أنكم توقفوا هذا الموظف عن حده، لأن هذا الشيء فات كل التوقعات. بالأمس جا راكب على سيارة
ديال 140 مليون ورفقة هذا صاحب الصفحة، وبتأشيرة من مستشار للمجلس الجهوي صاحب كات سوداء اللون والجيم حمراء ممولة من المجلس، وببنزين مجاني ديال المجلس، وبتمويل وميزانية دافع الضرائب ومن جيوب المواطنين والمواطنات ديال الجهة. هذا الشخص الذي صار يتطاول على المجالس الترابية ويتطاول على مجموعة من المؤسسات المنتخبة إلى درجة ولينا كنقولوا ويك عباد الله هنا في الجهة وهنا في الإقليم ديال الفقيه بن صالح مجموعة من المجالس مبلوكية سببها هذا المستشار اللي ما كينساش أن المجالس الترابية أحدثت من أجل تدبير الشأن العام وليس من أجل البلوكاج ومن أجل المعاطي السياسية إن سمحتم أيها السادة، ومن أجل كذلك هذا الشوهة وسياسة القرعة مع اللفت. هاد الناس اللي أصبحوا هذا المستشار صاحب سوابق عدلية السيد والي في إهانة المقدسات وصاحب سوابق ديال السجن وديال العقوبة الحبسية التي كان سبق أنه قضاها في مواجهة الدولة المغربية من أجل المنسوب إليه ومن أجل التطاول ديالو على المؤسسة الملكية وعلى شخص الملك. هذا المستشار اليوم أيها السادة، اليوم من بعد ما أسسته لمجموعة من الفيديوهات تتعلق مشاريع مفرملة والبرنامج ديال التنمية الجهوي اللي ما قاش الإقليم ديال الفقيه بن صالح وما توشيش الإقليم، واتفاقيات موقعة داخل الإقليم ديال الفقيه بن صالح ما نزلاتش وما شافتش الضوء بسبب هذا المستشار وبسبب هذا المحسوبين معاه أصحاب هذا الصفحة موف اللي كيتسلموا مجموعة من الصفقات داخل المجلس الجهوي إلى درجات ما بقيناش كنعرفوهم شكون هما. واش ناس اللي كيديروا نقل المعلومة تيجمعوا الأخبار؟ اش كيديروا هاد الناس؟ الله أعلم. هاد الناس ما كيديروا ني نقل الأخبار ما كيديروش تدوينة، لا هاد الناس مقابلين غير الصفقات، صفقة مورا صفقة. التالي هو أن اليوم وأنا كنصادف هذا المدير ديال المصالح والشؤون الإدارية صادفته في العمالة ديال الإقليم الفقيه بن صالح، ومن بعد ما أشر على واحد الدعوة قضائية كيدية في مواجهتي لأنني أنقل معلومات تتعلق بالجهة وتتعلق بهذه السلوكات ديال هذا مدير المصالح. هذا مدير المصالح اللي كيرافق هذا صاحب الصحامة وكيرافق واحد المعلم متقاعد هنا في الفقيه بن صالح صاحب سوابق عدلية بالجملة. هذا حتى من الأرقام ديال جينيس في العقوبات السجنية والعقوبات الحبسية والعقوبات والملفات القضائية عند هذا المعلم. تالي هو أن هذا صاحب الصحاموف أصبح يسير بالأرض مرحا رفقة هذا المستشار اللي هو رفيقه في ديك الصفحة وشريكه في ديك الصفحة. أصبحوا يركبون سيارة فارهة، لا نعلم مصدر هذه الأموال، لا نعلم مصدر هذه التمويلات الخيالية. حتى مجلس الجهة كيبان لي أنا بزاف هادشي بزاف. سيارة ديال 140 مليون شحال غادي تكون هذا الجهاد ديال الاشتراك في الجرائد الوطنية؟ 25 مليون اللي مخصصة الجهة الاشتراك في لي جورنو والاشتراك في لي كانو ناسيونو اي انترناسيونو اي لوكو. 25 مليون ما غاتشريش لي ديك السيارة. 25 مليون ما غاتشري السيارة اللي راكب عليها هذا المستشار صاحب السوابق العدلية. اليوم من بعد تعذر للمجلس الجهوي أنه ينزل الحصيص ديال 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 ديال, ديال العدالة المجالية ديال ديك 20%. عندنا 5 الأقاليم
خنيفره ازيلال بني ملال اخر بقى ولا اقليم الواعد اقليم الفقيه بن صالح. الحصيص هو 20%. 20% ما توشيوش فيها دابا حتى 5%. فقط يتحدثون عن مشروع يربط ديال الاناره العموميه، يربط سوق السبت بالفقيه بن صالح. حتى شي حاجه ما شفناها. هذا المشروع باقي معطر ليومنا هذا. واليوم من بعد ما اسست الاربعه ديال لي فيديو في اتجاه هذا المجلس الذي لا يعرف سوى اقليم ازيلال واقليم بني ملال. اقليم الفقيه بن صالح ما كيعرفهاش كاع. قال لك اسيدي ما كنعرفهاش كاع. التالي هو ان هذا الاقليم ماشي اقليم اللي تتخفى عليه الحقيقه تاع البرامج وتاع التمويلات. الاقليم الفقيه بن صالح انا كنلقى الدري الصغير هنا في الفقيه بن صالح كيقول لي 21 مليار فاصله 7 ديال برنامج التنميه الجهوي، 21 مليار ديال الدرهم. حسبوا معايا لو كانت فرشت الفلوس من هنا حتى الحدود ديال ايرلندا الشماليه، من هنا حتى الحدود ديال ايرلندا الشماليه تقطع البحر وتم غادي كتفرش. 21 مليار فاصله 7 ديال الدرهم. الميزانيه اللي خصات وزاره الداخليه لبرنامج التنميه الجهوي لو بي دي ار والو. اقليم الفقيه بن صالح اليوم منتصرا السيد عامل اقليم الفقيه بن صالح استدعى هاد المسؤولين ديال هاد الجهه، منهم هاد الموظف المدير ديال المصالح والشؤون الاداريه، وتلاقيت معانا في الباب وقال لي بلا حيا بلا حشمه جاي يسلم عليا، بلا حيا بلا حشمه جا كيسلم عليا وقال لي انا ديك الدعوه راني درتها وراك عارف الضغط ديال فلان. يتكلم على داك المستشار ديال الجهه صاحب السوابق العدليه، راك عارف الضغط وانا راه موظف وراك عارف غيبقى يدير ليا النوار وراك عارف هذاك تيبقى ينوعر. انت موظف ديال الدوله، ما علاقه مستشار بك انت؟ لا ما علاقته. انت مستشار ديال الدوله والله تنتقاسم معك انا هذا الحوار مع الراي العام ومع الساده المشاهدين. انت موظف ديال الدوله، علاش غادي تنزل عند هذا المستشار؟ وعلاش غادي يبدا ينسف في دوك لي بون كوموند ويبقى يدير التضارب ديال المصالح وبدا ياخذ الفلوس ويديهم للجورنال؟ قال لك جورنال بين قوسين ماني اللي في خباري داك الجورنال ملهميت الله يولي برحمته الله. في التالي بلا حيا بلا حشمه ولاو كيضغطوه حتى على ديك اللوجينه ديال الصحافه المركزيه ديال الصعيد الوطني، لان هذا المستشار وهذاك الرئيس اللي تيدرج الطيارات في الاسبوع فرنسا، هاد الناس عندهم نفس الهيئه السياسيه، كنتمي نفس الهيئه السياسيه وعندهم نفس توهان. هذاك دوز 10 سنين ديال الاهانه ديال المقدسات الوطنيه، 10 سنوات وعامين اخرى هي 12 عام، دوز 12 عام ديال السجن في اهانه المقدسات واهانه شخص الملك الرئيس ديال هذيك اللجينه ديال تدبير الشأن الصحفي الوطني. وهذا حتى هو ما عرف شحال دوز والله العظيم في 2017 هنا في الفقيه بن صالح، اهانه المقدسات واهانه شخص الملك. شوف هاد الناس اش كيربيو فينا وعلاش كيبغى يربيو هاد الاجيال الصاعده، وعلاش بغا يربيو هاد رجال الصحافه، وعلاش بغا يربيو هاد الاقلام وهاد ناقلين المعلومه وهاد اصحاب مهنه المتاعب وهاد الناس علاش بغا يربيهم. التالي هو ان هاد الاموال التي ركمت عند هاد الاشخاص، هاد المستشار صاحب السوابق العدليه بإهانة المقدسات ومع واحد المستشار اخر هذاك كان هو موظف شبح لدى المجلس الاقليمي، شويه قال لك لا هذاك راه مكلف بمهمه هو مستشار تضارب ديال المصالح، اليوم قال لك راه فوكاتير في شي كليه هنا في الجهه ديال بني خفره، هذا تا هو رفقتهم والى جانبهم الاخر معلم هنا صاحب السوابق. اليوم بلا حياه بلا حشمه جاي كيبارطاجي مع ديك الصفحه موف كيقول لك ها هي عندي بطاقه ديال الملاعب، تينا ملاعب
والتسير التابع ديرها رد اعتبار، حيد غير دوك الصوابق ديالك. راه الصوابق ديالك انت راه فينا وما راه عمرو الارشيف تاع المحاكم الوطنيه. سير دير غير رد الاعتبار. هذا اللي كيعطيك انت البطائق راه خاصو يمشي يتعرض على طبيب نفساني واش هو عاقل ولا غير عاقل. عاقل واحد عنده 70 مسطره قضائيه وصوابق عدليه مختلفه الوانها. فين غادي وقول لي انت رجل تعليم متقاعد كي غدير انت هادشي ديال السناساس واذونات وكي غدير هادشي؟ تالي هو ان مشكور السيد عامل اقليم الفقيه مصالح وزاره الداخليه اليوم من بعد 4 ديال لي فيديو اليوم جاو العماله ديال الفقيه بن صالح، اليوم جاو باش يشوفوا هاد المشاريع المتعطره والمعطله والمخنوقه في تراب الاقليم الفقيه بن صالح. امر السيد عامل اقليم الفقيه بن صالح مشكورا والتمس، والمصطلح الاصح السيد عامل اقليم الفقيه بن صالح السيد محمد قرناشي المؤسسه ديال العامل ان هذه المشاريع المتعطره انها تنزل لارض الواقع. سينو راكم عارفين الوزاره كيفاش كتخدم، الداخليه كيفاش تخدم، هذه المسائل خاصها تمشي في الاتجاه ديالها صحيح. الحاصيص ديال الاقليم الفقيه بن صالح خصو ينزل له. انتهى الكلام. الحاصيص ديال الاقليم الفقيه بن صالح 20% 21 مليار، زيد عليها 400 ديال المليار هذيك الميزانيه اللي كترصدها الدوله لمجلس الجهه، زيد المداخل ديال مجلس الجهه، زيد والله العظيم حتى انا حشمت في بلاصتكم، لان هذا الامر وقف عند لي ليميت اللي ما يمكنش الانسان يزيد. انا غنقول لك هذاك المدير ديال المصالح المحترم، انا غنقول لك المدير ديال المصالح المحترم باش توقفني وتقول لي انا راه دعيتك وبالوكاله نصيبتك المستشار وتمشي دير بيا انا دعوه. انا غنقول لك والله العظيم نهار يجيوك لجان الافتحاص والتمحيص، ماشي يديروا الافتحاص، تفتيش والتمحيص والافتحاص كل شيء الريال الاخر والله العظيم. وغتشوف داك الريستو في بني ملال، داك اللي في الخرجه ديال الفقيه بن صالح، وداك الشيء ديال بلا ما نهضروا ديال دوك الموائد الدسمه ها هناك، ودوك الوطيلات وداك التخلاط ديال الانجليزي مع الفرنسيه. وغادي تشوف واش غادي ينفعك المستشار صاحب السوابق العدليه، وغادي تشوف واش هذه المشاريع التي تم عرقلتها ومن نساش المشروع الذي تخلف عنه مجلس الجهه ديال قناه ولاد النفاوي، وخرجوا مجموعه من الشباب يافع منتصر للتنميه وللتنميه الجهويه التي تتكلمونها بألسنتكم ولا تنزلونها بأرض الواقع، فقط تعرفون المصطلحات ولا تعرفون دلالاتها وكذلك وقعها على الأرض ووقعها كذلك على الساكنة ديال جهاد بن من الخفرة. والله العظيم اقسم بالله حتى ساكنة الجهاد بن من الخفرة كيعرفوا كل صغيرة وكبيرة على البي دي ار. عندك تصحاب واش درتيه في ذاك الكتاب وزلعتيه على الناس ما شافوش، ولا بي دي اف. انا بعدا ما خليت من رسلته وخديت منه كوبي ورقيه وكوبي الكترونيك وفليتو مزيان وشت المشاريع يعني المدرجه من اجل كتحلموا داك الحلم الخايب بانه ينزلوا في الاقليم ديال الفقيه بن صالح. حتى واحد منزل، حتى مشروع. الولايه السابقه دوزاتنا بالزيرو سنتيم وجيتوا نتوما باش تزيدونا 2 ديال الزيروات اخرين. والله العظيم حتى لكم بالمرصاد وزاره الداخليه ولكم بالمرصاد لي كور ريجيونال دي كور المجالس الجهويه للحسابات لي كور دي كونت وريجيونال اي لي كور دي كونت ناسيونال المجالس الجهويه للحسابات الوطني. الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات الدكتور زينب العدوي
والله العظيم لكم بالمرصاد. أنا دعوة، فقط دعوة وملتمس، حسبوه كما بغيتوا. أنا لمؤسسة والي جهة بني مخيفرة والسيد عامل إقليم بني ملال السيد محمد بن رباك أنه يوقف هذا المدير ديال المصالح عند الحدود ديالو، لأنه تجاوز كل الحدود وكل كذلك التشريعات الوضعية والسماوية واللي مكتوبة واللي نزلها الله عز وجل. هذا الرجل لا يعرف يعني سبيلا لشيء ولا لمجموعة من النصوص القانونية المنظمة للعمل الجماعي الترابي الجهوي 111 114 القانون التنظيمي 11 114 المتعلق بالمجالس الجهوية. هذا الرجل يعرف جيدا كيف يتحايل على هذه النصوص القانونية، ويعرف كذلك من أين يؤكل الكتف. استودعكم الله.